الأم وما أدراك ما الأم سلنت من أسوك أول كلمة نطقناها مجمّر يتناقرنات كان وأحلى مرت كلمة رددناها نققر يدقاقمنات لكن نقرقن اسمحوا لي فقالوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم إن أنت سانزلك بفيت أن أقدم عند قرب كلمات شكر يمسكنا قالتنا يولتها نتقال لناتي كلمات عرفان يبالو لتنتن قال لناتي التي ياتشي أدين لها بالفضل بعد الله تبارك كالله بالا بالو لتاي لهونچو فمهما قلت يتونم ياكل بل ومهما عملت منم ياكل بسرا فلن أوفيك أجرك يا أمي كفياشن الጨርሰው مناتي لن أنسى صدرك الحنون አዛኙ ልብሽን አረሰው ولن أنسى سهر الليالي የሌሊትን ቅልፍ ጦትሽን وتعب الأيام የቀን ድካምሽን لن أنسى አረሳም حين كنا نجتمع على ምግብ مائدة ማዕድ ላይ ተሰብስበን የነበረው وتقدمين ታስቀድሚናለሽ وتؤثرين على ከራስሽ በፊት ታስበልጭናለሽ وطاب በሚጣፍጥና حتى በሚያምር بعد أن كبرنا ከተለቀን በኋላም ቢሆን كنت تضعين اللقيمة ጉርሻዎችን ታስቀምጪ ነበር በአፋችን ውስጥ كم أتعبتك أمه ምን ያክል አድክሜሻለሁ እናቴ كنت በነበርኩ ጊዜ أتأخر في السهر ሌሊት የማመሽ ሰው فينام أهل البيت በቤት ያሉት ይሰኛሉ وتبقين أنت ساهرة አንቺ ነቅተሽ ትቆያለሽ እኔን በመጠበቅ كنت ነበርሽ تخافين علينا من البحر ባህሩን ለኛ የምትፈሪልን يوم أن كنا نسكن እሱ قريبا አካባቢ በምንኖርበት ጊዜ أذكر مرة አስታውሳለሁ አንዴ أنك ضربتني ضربة አንቺ مبرحة የሚያም የሆነን የምትመታሽ لأني اقتربت من እኔ البحر ከወንዙ ስለተጠጋው ጠረፉ ድረስ في شواطئه ስለገባው كنت صغيرا ሕፃን ነበርኩ ያኔ لم أعرف السبب ምክንያቱን አልተረዳውም لما كبرت ሳድግ ግን عرفت አወቅኩ لقد كان ለካ خوفك ፍራቻሽ ነበር علي እኔ ላይ هو الدافع የገፋፋሽ لن أنسى አረሳም أني حين كبرت ያደግኩ ጊዜ وسافرت للدراسة ለትምህርት ሲሄድ أنك أنت كنت አንቺ التي ነበርሽ تجمعين ከዚህም من هنا ከዚያም وهناك ስትሰበስበኝ ነበር مصاريف دراستي የትምህርት ወጪ حتى لا أحتاج إلى أحد في ባይተዋር ሆኜ ከማንም ምንም እንዳልፈልግ يا الله ያ አላህ كم كنت أتعب ምን ያክል ለፋ ነበር حين أرجع في الإجازات ለእረፍት ስመለስ ويأتي وقت العودة للسفر የመመለሻ ጊዜ ስመጣ كم ለጉዞ كان قلبي يتقطع حين እንዴት تقولين ልቤ ሰበር ነበር በምትኝ ጊዜ لعلك ترجع من هذا السفر ولا تراني ምናልባት ከዚህ ጉዞ ስትመለስ ላታየኝ ትችላለህ كم كان قلبي يتقطع ልቤ እንዴት ይሰበር ነበር حين تقولين لي مودعا በምትኝ ጊዜ እየተሰናበትሽ لعلك ترجع من هذا ምናልባት السفر ከዚህ ጉዞ ስትመለስ አታየኝ ይሆናል كم كنت أبكي حين أسمع እንዴት هذا አለቅስ الكلام ነበር ይህንን ንግግር በሰማው ጊዜ عدت من السفر ከጉዞ ተመለስኩ وكبرت أنت يا አንቺ أمي ትልቅሻል እናቴ وضعفت ደክመሻል ولقد أعطيتيني በእርግጥ ሰጠሽኝ وإخوتي أحلى ለእኔና من ለወንድሞቼ ያማረን እድሜ كم ጊዜያት دافعتي من ምን ያክል أجلنا ለኛ ተከላከልሽ كم ضحيتي ለኛ في ስትይ سبيلنا ምን ያህል መስዋዕት ሆንሽ لقد تحملتي همومنا ጭንቀታችንን ተሸከምሽ وسعيتي في حاجاتنا ለኛ ጉዳይ ተሯሩጠሻል حتى بعد أن أصبحنا كبارا ትልቅ ከሆነ በኋላም ቢሆን بالأمس ትላንትና كنت أسمى خالد ኻሊድ ይባል ነበር واليوم يقال لي ዛሬ ደግሞ እባላለሁ الشيخ فلان ሼህ ገሌ وما أنا والله እኔ አይደለሁም والله إلا حسنة من حسناتك ከሐሰናዎችሽ አንዱ ሐሰና እንጂ وما أنا والله እኔ ግን አይደለሁም والله إلا حسنة من حسناتك ከሐሰናዎችሽ አንድ ሐሰና እንጂ ችሎታው የአላህ ነው ثم لك أمة ከዛም ላንቺ ነው ምዬ فيما أنا فيه اليوم እኔ ዛሬ ላለሁበት ደረጃ فجزاك الله عني አላህ خير ስለኔ መልካሙን መንዳ ይመንዳሽ فيا صاحبة الثغر አንቺ ባለ ፈገግታዋ ሆይ ويا صاحبة العطاء አንቺ والقلب የመስጠትና የአዛኝ ልብ ባለቤት ሆይ إليك ወደ አንቺ أيتها الجوهرة الغالية አንቺ ውድ ዕንቁ ሆይ إليك ወደ አንቺ يا صاحبة አንቺ النبي የንጹህ ምንጭ ባለቤት ሆይ للتي مسحت دمعتي ለዚያም ባይላበሰችው وغسلت حضرتي ቆሻሻ የላጠበችው للتي أطعمتني ለዚያ وسقتني ላበላችኝና بيدها ላጠጣችኝ በእጇን لمن جعلت ላደረገችው صدرها مسكنا ልቧን ለኔ መኖሪያ وعينها አይኗን ለኔ حارسة ጠባቂነት أهدي إليك ላንቺ هذا اللقاء ሰጣለው ይህንን የዳዕዋ ፕሮግራም وأقول እላለሁም جزاك الله عني خير አላህ الجزاء. ስለኔ መልካሙን መንዳ ይመንዳሽ اللهم احفظ አላሁ أمي እናቴን በጥበቃ ጠብቃት እድሜዋን አስረዝም واحسن عملها ስራዋንም ማሳመረው واختم بالصالحات ስራዋንም أعمالها. ከመልካሞች ጋር ደምድምላት እማዬ لو كان عمرك بيدي እድሜሽ በእጄ ቢሆን ኑሮ ولو كان في ጨምረው جسدي. ነበር መጥፊያም ቢሆን أماه لو كان أمري እምዬ بيدي ጉዳዩ በእጄ ቢሆን ኑሮ لرفعتك ወደ لعناق ሰማይ السماء. ደመና ከፍ አድርገው ነበር والله لن ወላሂ يوفيك ሐቅሽን حقك إلا የሚሞላ الله. ያለ አላህ የለም والله لن ወላሂ يوفيك ሐቅሽን حقك የሚሞላ የለም إلا الله ከአላህ ውጪ جل في علاه ጀለ ፊ ዑላ ክሬናት ማረጌ ሽታ በሆዷ ሸሽጋ ከፀሐይ ብርድ አስላ ራሷ ከበላችው
አኳርሳ